أبو زياد وفتحة جديدة ورجوع مغتربة في فرنسا لزوجها والتصالح مع أسبانية. وكمان شروق علام والترند ما زال يحاصر شروق علام. وأسرار المطبخ مع سمر ايه اللي حصل في القناة والفيديوهات نزلت تاني ليه. وموحى وماما سحورة مزعلين المتابعين. ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ هنتكلم طبعا الأول على شروق علام وكمان قناة موحى وكمان ماما سحورة وكمان مغتربة في فرنسا. بس الأول هنبدأ بشروق علام اللي دايما بتكبر بخاطر الكل، سواء مامتها سواء حماتها سواء أختها، وما شاء الله بتعمل تغيرات جميلة جدا في الشقق. ما شاء الله تحس ان هي وشها أصلا متسامحة مع نفسها، حتى بتدخل البهجة كده في البيت. حتى لو هتعمل بس ايه، لو هتدهن بس حتة حيطة كده، ربنا يحميها يا رب. بالنسبة بقى كمان لموحى والحاجات والتبذير الأوفر بقى يا جماعة، تجيب كل المشتريات دي. احنا مثلا هنقول حتى لو ابنها كان تعبان وهجيب حاجات للاسبوع او للاسبوعين، في ناس ما بتقدرش ان هي تشتري كل الفلوس دي او تشتري كل الحاجات دي، وفي ناس بتبقى مصروفها باليوم زي اي حد متجوزة يعني، بتبقى مصروفها في اليوم. فيا ريت نراعي الموضوع ده. كمان قناة ماما سحورة جابت شوية حاجات كتير جدا وقالت ان هو بمعاش جوزها، مع ان الكلام ده ما يكفيش اصلا اكتر، اقل من 3000 جنيه على المصاريف دي كلها. واي معاش زي ما احنا عارفين 1000 2000 2000 ونص حتى لو هيوصل. فياريت برضو نراعي الموضوع ده. بالنسبة بقى للبس سماح وهو لبس عادي جدا، شايفاه جميل جدا عليها. كمان اختيارها للالوان من فوق ما شاء الله، الجاكيت جميل والبوت. لو بتطلعوا بره الجيبه بس سنه بس من على القمر، انما هي لبسها كويس جدا، حتى ما بتظهرش حاجه وهي بتطبخ. كمان ماما سحر لبسها جميل، وهي اصلا جسمها كده ويعني وهي العباية واسعة. وكل امهاتنا كده وكمان جدتنا بيلبسوا اللبس ده عادي مفيهوش اي مشكلة. نروح كمان لمغتربة في فرنسا اللي هي طبعا فيديوهاتها ما شاء الله فوق الساعة والساعتين. بتتكلم ان هي هترجع لجوزها او هي هترجع لا مش هترجع. بتقرر كمان ان هي ان شاء الله هتتصالح مع الناس، لان انا بحبها بصراحة، مدام هناء دي محترمة جدا. والاستاذ رضا ان شاء الله هيرجعوا لبعض. والموضوع هيتحل. الناس بقى اللي بتقعد تتكلم في النقد وان هي هتفكر تعمل مشاكل او تجيب كمان في سيرة حسن بيسو وان هو بيحتفل بعيد ميلاده، دي بنته، عيد ميلاد بنته، دي بنته من لحمه ودمه، وكل واحد حر يحتفل بالطريقة اللي هو عايزها. وخلاص النصيب اتقطع كده، وان هو ساب صدفة. كل شيء نصيب ربنا بيوفق الدنيا. وعقبال ما نشوف كمان ان حسن يتجوز كده ونفرح بيه. وماما فاطمة ما شاء الله مربية البنت ولافا عسولة قوي وصدفة جميلة.